السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلاب إعدادي في كل حتة. معاكم مس ندى فضل، مدرسة العلوم للمرحلة الإعدادية للشهادة الإعدادية وللصف الأول الثانوي. هنتكلم عن إيه يا مس ندى؟ هنتكلم عن العلوم. طالما قلت لك علوم على طول في دماغك جه 4 حاجات. إيه هما؟ الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، الجيولوجيا. هما دول اللي إحنا هنتكلم عنهم إن شاء الله. عند حضرتك المنهج بيتكون من 10 دروس، 3 كيمياء، 3 فيزياء، درسين احياء، درسين جيولوجيا. طب المنهج صعب؟ والله العظيم سهل جدا. وتعالى نبدا في اول درس، في اول وحده، وهو التفاعلات الكيميائيه، ونعرف يعني ايه تفاعل كيميائي، ونعرف ايه هي انواع التفاعل الكيميائي اساسا. يلا بينا. تعالى معايا تالتة اعدادي نتكلم عن اول درس، وهو التفاعل الكيميائي وانواعه. ده أول درس عند حضرتك في المنهج، وهنشرحه الأول هنا على السبورة، وبعد كده هناخد جزء من كتاب الامتحان ونشرحه تاني. طيب، يعني إيه أصلا كلمة تفاعل؟ قبل ما نعرف إيه هو التفاعل الكيميائي، تعالى أعرف أصلا يعني إيه كلمة تفاعل. قال لك تفاعل يعني تغيير. طب يعني أي تفاعل ده إيه؟ تغيير. والله التغيير ده ممكن يكون في الشكل، وممكن يكون في التركيب. لو انا غيرت لحضرتك الشكل بس المادة هي يبقى ده فيزيائي. لو انا غيرت لحضرتك التركيب يعني المادة طلعت لي مادة جديدة، بقت حاجة جديدة ما كانتش موجودة في الاول، يبقى ده كيميائي. لا اديني مثال مش فاهم. تعالى، لما انت دلوقتي دخلت البيت وانت ما بتحبش الجزر، بتكره حاجة اسمها جزر، وجت ماما حطت لك، لقيت قوالب منزلينها جديده على شكل قلوب وعلى شكل نجوم وعلى شكل كذا حاجه، وراحت ماما مقطعه لك الجزر على الاشكال دي وقالت لك اتفضل. انت مجرد ما شفت الطبق قلت لها انت مش عارفه ان انا ما باكلش الجزر؟ انت عرفت منين؟ ده انا مقطعهولك. قلت لها ما انت ما غيرتيش حاجه غير الشكل، انت ما غيرتيش حاجه غير الشكل، انما الجزر هو لسه محتفظ بنفس الخواص الكيميائيه بتاعته، هو لسه نفس اللون بتاعه، لسه نفس الطعم بتاعه، فهو في النهايه هو جزر بس شكله اتغير. طيب ماما بقى، طبعا ماما اذكى منك، قالت لك لا الواد ده مش هينفع كده، انا لازم اكله جزر. تعمل ايه؟ قال لك راحت ماما جايبه الخلاط بتاعها وراحت حاطه العدس مع جزر مع بصل، مش عارفه مع ايه تاني، ما علينا يعني، وراحت قالت لك انا هعمل بيهم شوربه عدس. طيب ماما لما جت دخلت العدس مع الجزر مع البصل وراحت حاطه كل ده في الخلاط عشان تعمل لك شوربه العدس بتاعت حضرتك، هل انت تقدر تطلع الجزر لوحده؟ لا. طب ليه لا؟ قال لك لان الخصائص بتاعت الجزر اتغيرت، لان انا كسرت الروابط اللي ما بين العدس واللي ما بين الجزر واللي ما بين البصل عشان اعمل روابط جديده. يعني انا هنا عملت كسر، هنا عملت تكوين. طيب هو العدس لما ماما عملته وحطيته في الخلاط، هل تقدر تقدمه لك كده؟ لا. شرط اساس عشان تقدر تقدمه لي ان هي تسخنه. يعني انا شرط اساس ان يكون فيه تسخين. قال لحضرتك ان اي تفاعل كيميائي بيكون له شرط. ايه الشرط ده؟ والله الشرط ده ممكن يكون حراره، ده رمز الحراره. ممكن يكون الشرط ده ان الحاجه اللي انا هستخدمها تكون مخففه، ممكن هي تكون مركزه، ممكن اكون انا محتاجه اعمل حفاز. طيب تعالى نرجع تاني. يبقى انا هنا كسرت الروابط اللي ما بين العدس والجزر والبصل عشان اعمل روابط جديده فتعمل لي الشوربه بتاعتي. طيب يبقى انا هنا عملت كسر وهنا عملت تكوين. طب اسال سؤال، هل الخصائص الصفات اللي موجوده هنا هي اللي موجوده هنا؟ لا. انا هنا كونت ماده جديده بخواص جديده. يبقى يعني ايه تفاعل كيميائي؟ قال لك بص معايا تاني من الاول. يعني ايه تفاعل كيميائي؟ قلنا تفاعل كيميائي، احنا قلنا حاجتين مهمين، ايه هما؟ قلنا كسر وقلنا تكوين. كسرت ايه؟ قال لك والله انا كسرت الروابط عشان اكون روابط جديده. طب مش لما يتكون روابط جديده مش هيديني ماده جديده؟ وطالما اداني ماده جديده يبقى ده تفاعل
كيميائي. طيب هو انا كسرت الروابط اللي فين؟ قال لك اللي بين جزيئات المواد المتفاعلة. كونت روابط فين؟ قال لك ما بين جزيئات المواد الناتجة. يبقى أنا كسرت في المتفاعلات عشان أكون في النواتج. نفس الكلام لما جيت قلت لك إن أنا خدت العدس أهو مع البصل أهو مع الجزر أهو. أنا عملت هنا كسر بين روابط الإيه؟ المتفاعلات. يعني إيه متفاعلات؟ يعني الحاجة اللي أنا دخلتها، الحاجة اللي داخلة اسمها متفاعلات. طب الحاجة اللي خارجة اسمها نواتج. يبقى أنا كسرت ما بين المتفاعلات عشان أكون حاجة جديدة اللي هي النواتج اللي هي كانت عند حضرتك شوربة العدس. طيب يجي الطالب يقول لي يا ميس بس أنا لقيت في الكتاب مش كاتب من هنا، ده بادئ من هنا. هقول لك والله معلومة جميلة جدا، ما تشغلش دماغك تاني. ليه؟ لأن أنا حضرتك كاتبة لك دلوقتي بالعربي، في الكتاب كاتب لك بالإنجليزي، كاتب لك A زائد B ومديك سهم وكاتب لك AB. طيب يعني ايه التفاعل ده اللي مكتوب في الكتاب؟ بقول لك والله لو انا عندي الماده A فعلتها مع الماده B، حلو؟ وده ايه ده؟ قال لك ده سهم التفاعل، يعني ده اللي قبله متفاعلات واللي بعده نواتج. قال لك اداني ناتج جديد اللي هو AB. لو انا حطيت مثلا شاي مع لبن طلع لي شاي بلبن، يبقى ده ايه؟ نواتج. وده ايه؟ ده سوري ده ايه؟ متفاعلات. وده ايه؟ نواتج. سهلة؟ سهلة. طيب يا ميس انا ببص كده لقيت في المعادلات، بلاقي في المعادلات كده مثلا لو هو كاتب لي A زائد B وكاتب لي هنا بتديني AB، بلاقيه كاتب لي كده تحت حاجة صغننة جدا، كاتب لي مثلا حرف S صغنن. يعني ايه S؟ كاتب لي حرف V صغنن او كاتب لي حرف L. حلو. قال لك اس يعني ايه حرف الاس ده؟ يعني سوليد، يعني انا بعرفك ان الماده اللي عند حضرتك صلبه. يعني ايه في؟ يعني انا بعرفك ان الماده اللي عند حضرتك غاز. يعني ايه ال؟ يعني انا بعرف حضرتك ان الماده اللي عند حضرتك سوري في مش يعني غاز. في يعني عند حضرتك بخار. يعني ايه ال؟ يعني عند حضرتك سائل. يعني ايه جي؟ يعني عند حضرتك غاز. ده بيتكتب فين؟ ده بيتكتب عند حضرتك تحت، وبيتكتب عند حضرتك هنا شرط التفاعل. بيقول لك عشان A تتحد مع B وتديني AB كان عندي شرط، والشرط اللي احنا هناخده هيكون الحرارة. طيب تعالى نخش في الدرس ونكمل. احنا كده عرفنا ان تفاعل كيميائي يعني كسر الروابط اللي بين جزيئات المواد المتفاعلة عشان اكون جديدة بين النواتج. طيب هو التفاعل، انا قلت لك التفاعل الكيميائي وانواعه، ده معناه ان هو انواع. في كام نوع؟ قال لك والله في عندي تفاعل اسمه اتحاد مباشر. حلو. في عندي تاني واحد اسمه احلال. الاول عندك الانحلال، بعد كده عندك احلال بسيط، بعد كده عندك احلال مزدوج. في واحد تاني هناخده في نهاية الدرس وهو الأكسدة والاختزال. طيب هو ليه عامل لي أصلا أنواع للتفاعل الكيميائي؟ ليه عامل لي دي أنواع؟ قال لك والله أي حاجة بصنفها لك لأنواع لسببين. أولاني عشان تقدر إن أنت تدرسها وتكون سهل دراستها. طب إيه هو السبب التاني؟ قال لحضرتك إن السبب التاني عشان تقدر تتنبأ بالناتج اللي جاي، تقدر تقول لي التفاعل ده هيطلع لك ايه. طيب من اسمهم كده اتحاد مباشر. يعني ايه؟ يعني حاجه مع حاجه اديتك حاجه بس كده. يعني انا قلت لك لو انا فعلت الاي مع البي اديتك الاي بي. الدنيا بسيطه، عملتش اي حاجه، انا حطيت حاجه مع حاجه ادتني حاجه تانية.
طيب اديك مثال، حطيت شاي مع لبن اداني شاي بلبن، الموضوع بسيط جدا. انا مثلا دلوقتي الايه ده ماشي لوحده والبي دي ماشيه لوحدها، اروح اقول لنفسهم ما الاتحاد قوه، ما تيجي نتحد مع بعض ونمشي سوا. ده نفس اللي حصل، حاجه مع حاجه اداني حاجتين. طيب الانحلال كنت الاول عند حضرتك في المنهج كان بيقول لك انحلال حراري. طب هو نسي ليه يمس كلمه حراري؟ هو ما نسيهاش، بس انت عندك الانحلال يا اما بالحراره يا اما بالضوء. يعني ايه كلمه انحلال؟ يعني ايه انحلال؟ وايه الفرق بين الانحلال والاحلال؟ عارف لما اجي اقول لحد والله ده شخص منحل اخلاقيا، يعني ايه؟ يعني اخلاقه متفككه، ما اخلاقه مش احسن حاجه. عارف لما اجي اقول والله دي اسره يعني الاسره دي منحله، يعني اسره متفككه، يعني ما حدش له علاقه بالتاني، الاب في جانب والام في جانب والاطفال في جانب تاني، في بينهم انحلال، يعني في بينهم تفكك. طيب يعني معنى كده ان كلمه انحلال هي عباره عن تفكك، هي عباره عن تفكك. انا خدت مركب واديته حراره او اديته ضوء، بس انا هديله حراره، واديته حراره او اديته ضوء، فانحل لحاجتين. ده معنى كده ان ده عكس ده؟ لا مش فاهم. الانحلال الحراري انا بدخل حاجه، يعني انا بدخل حاجه وليكن اي بي واحط لها حراره فتتفكك بالحراره لايه زائد بي. انما الاتحاد المباشر انا بحط حاجه مع حاجه تديني حاجه تانية، الاتنين عكس بعض. تاني من الاول، يعني ايه كلمه انحلال حراري؟ يعني انا باخد المركب بعرضه للحراره فيروح المركب عمل ايه؟ قالك فيروح متفكك، يروح متفكك لحاجتين. يبقى انا عندي في الانحلال الحراري بيكون ناتج بدخل حاجه تطلع لي حاجتين، اما الاتحاد المباشر بدخل حاجتين يطلع لي حاجه، الاثنين عكس بعض. طيب عندي بعد كده حاجه اسمها احلال بسيط. طبعا الكلام ده هناخده بالتفصيل دلوقتي من الكتاب. يعني ايه احلال بسيط؟ قال لك والله احلال بسيط اللي هي عارف عصر القوه، اللي هو الايه القوي يطير الضعيف، هو بيطيره فعليا. قال لك يعني ايه القوي يطير الضعيف؟ تعال اديك مثال. دلوقتي لو دلوقتي دول اتنين صحاب، اوكي، واحد منهم قوي والتاني ضعيف، وليكن ان ده قوي وان ده ضعيف. طيب ده واحد تاني متضايق ان دول صحاب، متضايق او اشمعنى هم صحاب وانا واقف لوحدي، يعمل ايه؟ قالك يقول لك خلاص انا هطير الضعيف واخد مكانه واكون انا مع القوي. هو كده عمل ايه؟ هو كده حصل احلال بسيط. يعني ايه اللي حصل؟ قالك يعني بصوا معايا، ده حل محل الضعيف وساب القوي زي ما هو. اديك مثال تاني. لو دلوقتي انت قاعد مثلا على المكان اللي انت موجود فيه 2 كرسي، وانت قاعد ومامتك قاعده وباباك دخل. طيب بابا هيقوم مين؟ هيقومك انت ولا هيقوم ماما؟ هيقوم الضعيف. طيب يعني هيقومك انت ويسيب ماما لان انت الاقل، انت الاضعف. طيب هو احنا عندنا في العناصر قوي وضعيف؟ طب يعني انا في البني ادمين انا اعرف مين الاقوى ومين الاضعف. طب هل في العناصر انا ممكن اقول لك ان ده عنصر قوي وده عنصر ضعيف؟ ده معاه فلوس يعني ده معهوش؟ لا. طب ده عباره عن ايه؟ قال لك هنتكلم عن حاجه اسمها متسلسله النشاط الكيميائي. يعني ايه متسلسله النشاط الكيميائي؟ قال لك والله ده عباره عن انا رتبت العناصر تنازليا، يعني من الكبير على حسب نشاطها الكيميائي. انت نشيط قوي يبقى انت في الاول، انت اقل منه شويه بعده، اقل منه شويه بعده، فالاقوى بيطير الضعيف ويقعد مكانه. طيب الضعيف ينفع يمشي الاقوى؟ لا. طب يعني ايه احلال مزدوج؟ يعني 2 حلوا محل 2. ده بسيط لان واحد حل محل واحد، انما هنا 2 حلوا محل 2. يعني ايه اكسده واختزال؟ طبعا انت دي خدتها وهنتكلم عنها بالتفصيل، اللي هي عباره عن العامل المؤكسد والعامل المختزل والكلام ده اللي احنا خدناه قبل كده. طيب تيجي نخش في اول نوع. تعالى نخش في اول نوع. طيب اول نوع بيتكلم عن اول نوع عندنا بيتكلم عن قلنا ايه؟ قلنا تعال نشوف الكتاب الاول. فين الكتاب؟ طبعا في الاول في الكتاب جايب لك جزء تمهيدي بيقول لك ان انت عندك حاجه اسمها فلزات وحاجه اسمها لا فلزات. الفرق بينهم ان الفلزات مالها
ماشيه بتوزع الكترونات، انت عايز الكترون خد، عايز 2 خد، عايز 3 خد. اما اللافلزات شحاته ماشيه تاخد. انا محتاجه. طب ده بيفقد ليه وده بيكتسب ليه؟ والله ده بيفقد وده بيكتسب لان ده محتاج يكون عنده 8 وده برضو محتاج يكون عنده 8. لا مش فاهم، تعالى بص معايا. هنرجع للكلام ده دلوقتي واقول لك يعني ايه فلزات ويعني ايه لافلزات والكلام ده كله. طيب بص معايا، الكلام ده كله هنتكلم عنه دلوقتي، بس تعالى الاول نخش في الاول درس، الدرس الاولاني بتاعنا اهو. اول درس اللي هو درس انواع التفاعلات الكيميائيه، وجيت قلت لحضرتك يعني ايه كلمه تفاعل، قلت لك تفاعل يعني تغيير، كيميائي يعني في التركيب. اغير ازاي التركيب؟ قلت لك كسر المتفاعلات وكون النواتج. طيب هو انا عندي دليل ان حصل تفاعل كيميائي؟ يعني انا لما اجي اقول لك اهو الدرس اهو، لما اجي اقول لك ده حصل تفاعل كيميائي، هل انا عندي دليل ان حصل تفاعل كيميائي؟ عندي دليل ان حصل تفاعل كيميائي. طب ايه دليل ان في تفاعل كيميائي؟ اقول لك والله ممكن يتغير لون او ريحه او لون او ريحه، او يتكون راصب او يتكون غاز او يطلع ضوء او يطلع حراره. مش فاهم. انا دلوقتي لما اجي اقول لك والله ده الطالب ده طالب متميز جدا متفوق جدا، هتقول لي ايه دليلك؟ هقول لك مستواه عالي، هقول لك تقديراته عاليه، ده دليل. طب ايه دليل ان حصل اصلا تفاعل كيميائي؟ ما انا ممكن اضحك عليك واقول لك ان في تفاعل كيميائي وهو اصلا ما فيش. طيب ايه دليلي؟ اقول لك والله زي ما قلت لك، هتلاقي عندك لون او ريحه او غاز او راصب او ضوء او حراره. عارف لما تيجي، فاكرين شوربه العدس اللي احنا كنا بنتكلم عليها؟ لما تيجي ماما تقول لك سخن الشعريه عشان اطلق عليها العدس. طب انا اعرف منين يا ماما ان الشعريه خلصت؟ طب تقول لك لما تخلص التفاعل الكيميائي. اعرف منين ان هو خلص التفاعل الكيميائي؟ ان انا عندي حصل تغيير في اللون فعرفت ان هو خلص التفاعل الكيميائي. او يطلع عندي ريحه. هي الريحه دليل على حدوث تفاعل كيميائي؟ طبعا. ما هو الاكل ده عباره عن تفاعل كيميائي. انت ممكن تكون مثلا اكل مثلا لما بيجي يستوي بيطلع ريحه معينه فتعرف ان هو استوى، يبقى انا عندي ريحه. او يطلع غاز. هو الغاز ده انا هشوفه؟ لا. طب انت عرفت منين ان في تفاعل كيميائي؟ عن طريق ان الغاز يطلع وانت اصلا ما بتشوفوش بعينيكي. فعلا ما بتشوفوش بعينيا. طب اعمل ايه؟ قال لك والله احنا في المختبر عرفنا ان احنا نعرف ان في غاز من طرق كده معينه. طب ايه الغازات اللي عندي اصلا؟ عندك اكسجين، حلو. عندك ايه تاني؟ عندك ثاني اكسيد كربون. عندك ايه تاني؟ عندك هيدروجين. اعرف منين ان هم موجودين؟ اعرف منين ان انا عندي اكسجين او ثاني اكسيد كربون او هيدروجين؟ هتولع شظيه مشتعله. يعني ايه شظيه مشتعله؟ يعني عود ثقابي، يعني عود كبريت. والله لو عود الكبريت عندك ولع وعمل يعني زاد جدا، الحراره بتاعته زادت، يبقى انا في اكسجين. لو الاشتعال بتاعه زاد يبقى في اكسجين، لان الاكسجين بيزود لما يكون في عود كبريت وفي مكان فيه اكسجين بتلاقي ان هو التوهج بتاعه زاد. طب اعرف منين ان فيه هيدروجين؟ قال لك لو قربت نفس عود الثقاب هتلاقيه فرقع، عمل زي فرقعه كده، فرقعه بسيطه واتطفى. طب اعرف منين عندي ثاني اكسيد الكربون؟ قال لك والله لو جبت ميه الجير دي بتبقى رايقه جدا، تشوف ثاني اكسيد الكربون تتعكر. اول ما ميه الجير تشوف ثاني اكسيد الكربون يحصل لها تعكر، تتضايق كده تتعكر. يبقى انا عرفت ازاي اكشف عن الاكسجين وثاني اكسيد الكربون والهيدروجين. وده بيجي سؤال يقول لك ايه؟ كيفيه الكشف عن الاكسجين؟ هتقول له بتقريب شظيه مشتعله، الاكسجين بيساعد على اشتعالها. كيف تكشف عن الهيدروجين؟ هتقول له بتقريب شظيه مشتعله، الهيدروجين بيعمل فرقعه. كيف نكشف عن ثاني اكسيد الكربون؟ هتقول له عن طريق اضافه ماء، ان انا احطه على ماء جير رائق، هيحصل له هيتعكر او يتكون راصب. يعني ايه يتكون راصب؟ يعني زي ما نحط الشاي على اللبن فيطلع لك الراصب في النهايه اللي هو بتاع الشاي.
او لما تيجي مثلا بتعمل حاجه، فالحاجه تقعد تقلبها لحد ما تتقل، ده الراسب بتاعها. طيب قال لك او يطلع ضوء وحراره. ازاي يطلع ضوء وحراره؟ لما اي حاجه بتعمل لما انت تكون مثلا ماسك انبوبه اختبار، وفجاه تلاقي ان انبوبه الاختبار دي سخنت من غير ما تعرض لها حراره. سخنت ازاي؟ قال لك سخنت عشان خاطر ان حصل تفاعل كيميائي. طبعا يبقى احنا كده اتكلمنا عن التفاعل الكيميائي. بص هنا اهو بيقول لك هو عمليه كسر الروابط اللي احنا لسه قايلينه. الروابط اللي فين؟ اللي في المتفاعلات، عشان اكون روابط جديده في النواتج. طيب هنا بيقول لحضرتك ان انا لما حطيت المغنيسيوم مع الاكسجين كسرت الروابط اللي ما بين المغنيسيوم واللي ما بين الاكسجين، عشان كونت روابط جديده حطيت فيها الاكسجين مع المغنيسيوم. طيب هو ده اسمه ايه؟ خليك عارف ان الاكسجين ما بيتكتبش كده. اولا الاكسجين لازم يتحط فيه 2. طيب ان الاكسجين لو دخل على اي فلز بسميه اكسيد كذا. يعني ايه؟ يعني لما المغنيسيوم دخل على الاكسجين سميته اكسيد مغنيسيوم. طب لو اكسجين مع مثلا احنا قلنا دلوقتي لو اكسجين مع مغنيسيوم اكسيد مغنيسيوم. طيب لو اكسجين مع نحاس اكسيد نحاس. لو اكسجين مع اي حاجه اكسيد الحاجه. تمام؟ طب هو انت ليه يا مس قلت ان الاكسجين ما يتكتبش كده ويتكتب كده؟ لان احنا عندنا غازات ما ينفعش تتكتب مفرده، ما ينفعش اكتبها لوحدها، لازم احط جنبها 2، لازم احط جنبها 2. زي مين؟ زي، ركز معايا، زي الهيدروجين ما ينفعش يتساب لوحده، لازم يتحط له 2. زي النيتروجين ما يكتبش لوحده، زي الاكسجين ما يكتبش لوحده، زي الفلور ما يكتبش لوحده، زي الكلور ما يكتبش لوحده، زي البروم ما يكتبش لوحده، زي اليود ما يكتبش لوحده. دول كلهم غازات ما تتكتبش لوحدها، هي غازات هفا، فبنحط جنبها رقم 2 عشان هي غازات هفا بتاخد حرف الطو، هي عيله توتو في نفسها او كده، فنروح حاطين لها ايه؟ الطو. طيب في مشكله في الكلام ده؟ لا. يبقى احنا عرفنا ان التفاعل هو كسر الروابط ما بين المتفاعلات عشان اكون بين النواتج. وعرفنا ان انا عندي عشان اعرف ان في تفاعل كيميائي لازم يحصل حاجه من 5 دول. طب هل لازم يحصل 5؟ لا. يعني هل لازم يتغير اللون ويطلع ريحه ويطلع غاز ويتكون لا، كفايه حاجه واحده بس. يعني لو اتغير اللون بس تفاعل، لو طلع ريحه بس تفاعل، لو طلع غاز بس تفاعل. اهم حاجه يطلع حاجه من ال5 دول. ما طلعش حاجه من ال5 مفيش تفاعل. طيب قال لك ان يؤدي التفاعل الى تكوين نواتج تختلف في الخواص. طبيعي جدا، حطيت حاجه مع حاجه ادتني حاجه تانية مالهاش علاقه بالخواص الاولانيه. لما فاكرين شوربه العدس اللي كنا لسه قايلينها من شويه، لما عملنا الشوربه ادتني خواص ما كانتش موجوده في الجزر الاول، ادتني خواص ما كانتش موجوده في البصل الاول، وهكذا. طيب تعالى بقى نخش على انواع التفاعلات الكيميائيه، وده احنا اتكلمنا عليه بالتفصيل. احنا هنشرح النهارده الاتحاد المباشر والانحلال، وهقول لك يعني ايه احلال بسيط، انما الاحلال المزدوج والاكسده والاختزال ان شاء الله المره الجايه. طيب بص معايا، قال لك اولا تفاعلات الاتحاد المباشر. يعني ايه اتحاد مباشر؟ قلت لك يعني انا جبت ماده اتحدتها مع ماده ادتني ماده جديده. طب هو لازم مادتين بس؟ ممكن اكتر عادي. هنا لما جه قال لك انا خدت الاي وحطيتها مع البي فادتني اي بي. هو الاي ده اسمه ايه؟ متفاعل. البي ده اسمه ايه؟ متفاعل. طب اللي طلع لي جديد اسمه ايه؟ نواتج. السهم ده اسمه ايه؟ ده السهم اللي بيتكتب فيه شرط التفاعل. طيب يبقى انا عندي لما اجي اقول لك تفاعل، خلي بالك عشان تعرف ازاي تفرق بين اتحاد مباشر واحلال والانحلال الحراري. لما اجي اقول لك تتحد فيه اتحاد بس على طول، بسيطه جدا. يبقى انت لما تلاقي تعريف يقول لك تفاعلات بتتحد فيها قول لي اتحاد. طيب اول حاجه عندي تفاعل الفلزات مع الاكسجين. طيب الحته اللي انا كنت لسه بقول لك عليها، مين هي الفلزات؟ ده جزء تاسيس، ده هتلاقيني منزله لك بكورس تاسيس برضو ان شاء الله. مين هي الفلزات؟ قال لك والله الفلزات دي عالم كريمه جدا، والله كريم قوي يا جدع. يعمل ايه؟ قال لك
ماشي يوزع الكتروناته على خلق الله. ماشي يقول لك انا معايا زياده عن التمانية، هل انت عايز يوزع الكترون او 2 او 3؟ لو وزع الكترون يبقى تكافؤ احادي، 2 ثنائي، 3 ثلاثي. يبقى انا عندي الفلزات هي عباره عن عناصر تفقد الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. لما الفلز يفقد يتحول الى ايون موجب. تعالى اديك مثال. فلز زي الصوديوم Na11 وزع 2 8 1. هل الصوديوم مرتاح؟ لا مش مرتاح. انا معايا واحد معفرطني، انا عايزه اوزعه، انا عايزه اتبرع بيه. ليه؟ عشان يكون معايا 8. طبعا احنا عارفين ان اي عنصر عشان يكون مرتاح لازم يكون اخر مستوى فيه 8. فيعمل ايه؟ قالك فيوزع ال8 ده ويتحول لايون موجب. مين اللي عكسها؟ اللافلزات. اللافلزات دي عكسها خالص. ماشي هتقولي اديني، انا محتاجه ايه؟ هتقول لك انا محتاجه الكترون او 2 الكترون او 3 الكترون، اديني الكترونات. محتاجه ليه؟ عشان استقر ويكون معايا برضو نفس ال8. تعالى اديك مثال. الكلور Cl17 وزع 2 8 7. معاها 7، عايزه يكون معاها كام؟ 8 ناقص لها كام؟ 1. يبقى اللافلزات هتفقد ولا هتكتسب؟ احنا هنا ده فقدت الواحد بتاعها ووزعته. طب اللافلزات قال لك هتكتسب. انا محتاجه الكترون، اديني الكترون. طب انا محتاجه الكترون ليه؟ عشان استقر ويكون معايا 8. طيب يبقى انا عندي ده الفرق بين الفلزات واللافلزات. تكتسب فيها حرف السين يبقى تتحول لايون سالب. طيب واحده معايا. هو مش اللافلزات شحاته ومدت ايديها وقالت لك انا محتاجه الكترون، انا محتاجه 2 الكترون، فانا مش هكتبها، انا مش هكتب ان ده ايون كلور عادي. يعني انا هنا ده الصوديوم هقول ايون صوديوم اهو، ايون صوديوم. تعالى على الكلور انا مش هسميه ايون كلور عادي. ليه؟ لان هو مد ايده شحات. هعمل ايه؟ قال لك هسميه كلوريد. كلمه يد دي جت منين؟ قال لك كلمه يد دي جت لان هو مد ايده. طب لو انا عايزه اعمل تفاعل بين الصوديوم وبين الكلور هيطلع لي حاجه اسمها كلوريد صوديوم. ده جزء تأسيس هو هينفعك ان انت تعرف ازاي تكتب المعادلات وازاي تكتب المركبات والكلام ده كله. وطبعا الكلام ده كله هتلاقيني سايبهولك في الكورس التأسيس. طب تعالى بقى نكمل درسنا. قلت لك تفاعلات الفلزات مع الاكسجين. طيب انا جبت كام فلز؟ تعالى معايا. قال لك والله انا جبت الاول فلز المغنيسيوم وحطيت له اكسجين. ينفع اكتبه كده؟ لا، الاكسجين بياخد 2. حط. طيب وجبت فلز الحديد. قال لك وبرضه قربت له اكسجين. وجبت فلز النحاس وبرضه قربت له اكسجين. ورحت عامله ايه؟ رحت مربه لهم لهب بنزل. ايه لهب بنزل ده؟ اللهب اللي هو موجود عندك في المختبر. يعني اديت حراره واستنيت اشوف ايه اللي هيحصل. تعالى معايا. تفتكر ايه اللي هيحصل؟ ده اتحاد مباشر. المغنيسيوم هيتحد مع الاكسجين، هطلع لي ايه؟ هطلع لي اكسيد مغنيسيوم. ايه يا مس جبت منين كلمه اكسيد؟ ما انا قلت لك اي اكسجينه تعمل لك اكسيد وده اسمه مغنيسيوم، يبقى اعمل اكسيد مغنيسيوم. ميس عايزه ايه؟ المعادله دي مش موزونه. مش موزونه ازاي؟ انا عندي هنا كام اكسجينه؟ 2. هنا كام اكسجينه؟ 1. طب هل ده ينفع ادخل 2 ويخرج 1؟ لا والله العظيم ما ينفعش. سهله جدا، حطي ال2 هنا. اوعى تعمل كده بجد. انت لو حطيت ال2 تحت ما ينفعش. طب ليه بس ما ينفعش؟ قال لك لان ال2 اللي تحت دي، ال2 دي لو انا حطيت تحت 2 ده معناه ان انا حطيته ده كده تكافؤ، وانا ماليش دعوه بالتكافؤ، انا بوزن المعادله. طيب اعمل ايه؟ تعالى نحط بره 2. تعالى
مش موزونه برضو يا ميس. ليه؟ انا كده عندي 2 مغنيسيوم. بص اللي بره بيتضرب في كل اللي جوه. كده عندي 2 مغنيسيوم و2 اكسجين. طب تعالى المعادله الاساسيه، هتلاقيني عندي 2 اكسجين وواحده مغنيسيوم. طب يا ترى واحد في كام؟ ب2 في 2 بس. كده موزونه. تعالى نتاكد. كم واحده مغنيسيوم داخله؟ 2. كم واحده مغنيسيوم خارجه؟ 2. كم واحده اكسجين داخله؟ 2. كم واحده اكسجين خارجه؟ 2. كده وزننا المعادله. يا ميس انت مش قلتي اي تفاعل كيميائي بيديني دليل؟ فين الدليل هنا؟ قالك والله هنا هيتكون راسب ابيض. راسب ابيض منين؟ قالك راسب ابيض من اكسيد المغنيسيوم. التفاعل ده لما تيجي حضرتك تشوفه، لما تيجي حضرتك يتعمل قدامك، ما تبصش عليه بعينك. ليه؟ ما تبصش عليه جامد، لان هو بيطلع شرار ابيض، بيطلع ضوء ابيض جامد. الضوء الابيض ده بيأثر على قرنية العين، يبقى هو اداني اكسيد مغنيسيوم اللي هو راسب ابيض وطلع لي ضوء ابيض. طب تعالى اللي بعدها. حديد مع اكسجين هيديك ايه؟ هيديني اكسيد حديد، معروفة جدا. اكسيد حديد مغناطيسي او اللي هو بسميه اللي هو المغناطيت. طيب تعالى كده نشوفها. قالك هتلاقي Fe3O4 مش موزونة خالص. ليه؟ انا هنا عندي 3 حديد وهنا عندي واحدة. طب 3 هنا 3 وهنا عندي واحدة. طيب واحد في كام؟ ب3 في 3 بس. كده عندي 3 حديد، طلعوا 3 حديد مظبوط الحديد. تعالى على الاكسجين، هنا عندي كام؟ 2. خرج كام؟ 4. طب هو يا ترى 2 في كام ب4؟ في 2. تعالى كده نبص على المعادلة. عندي 3 حديد دخل، خرج 3 حديد. دخل 4 أكسجين، خرج 4 أكسجين. التفاعل كده خلاص. طيب الحديد ده اللي هو عبارة عن سلك المواعين. سلك المواعين لما تيجي حضرتك في رمضان وتروح حرقه، تفضل تلف بيه كده، انت كده بتعمل تفاعل كيميائي. ولما بتفضل تلف بيه انت بتزود من التفاعل الكيميائي. ازاي؟ لان انت بتزود اكسجين، فلما بتزود اكسجين بيزيد الشرار بتاعه. طيب اداني ايه؟ اداني اكسيد حديد وطلع لي شرار. تعالى بقى على النحاس. لما جيت حطيت النحاس مع الاكسجين، على فكره انت دي ممكن تعملها في البيت عادي بسلك المواعين، ودي ممكن تعملها في البيت برضو عادي. اي شاحن بيكون فيه سلك نحاس، تقدر انت تشيل السلك ده وتحرقه في مكان فيه اكسجين عادي جدا. طيب تعالى هنا، خدت النحاس عملت ايه؟ حرقته. في وجود الاكسجين هيديني ايه؟ هيديني برافو، اكسيد نحاس اسود. طيب ايه اللي حصل؟ قالك والله اللي حصل عادي جدا ان انا بقى عندي اكسيد نحاس اسود. يا ميس مش موزونه ليه؟ عندك 2 اكسجين، عندك 1 اكسجين. اكتبها هنا؟ قلت لك اوعى تكتب هنا ده بتاع التكافؤ. طب اعمل ايه؟ اكتبها بره. كده عندك ايه؟ 2. عندك ايه؟ 2 نحاس و2 اكسجين. كده الاكسجين تمام. طب النحاس محتاج له كام؟ محتاج له 2. اول ما جيت ولعت النحاس، قالك والله انا لاحظت ان ما حصلش حاجه، ما طلعش غاز، بس اللي لاحظته ان هو اتكون اكسيد نحاس، يعني النحاس اتحرق، بس ده اللي حصل. طيب خدت بالك من حاجه؟ ان المغنيسيوم طلع توهج جامد، طلع ضوء جامد. اما الحديد فهو طلع شرار. طب النحاس ما طلعش حاجه. معنى كده تفتكر مين فيهم اقوى؟ طبعا المغنيسيوم اقوى. مين بعده؟ الحديد. مين بعده؟ النحاس. تعال نشوفهم في الكتاب اهم. لما جبت حضرتك جبت شريط مغنيسيوم. طبعا شريط المغنيسيوم بيكون عليه طبقه، لازم الاول تصنفره عشان الطبقه دي ايه؟ تتشال من عليه. جبت شريط مغنيسيوم ورحت حرقاه، تمام، وحطيته في ايه؟ في مكان فيه اكسجين. ايه اللي حصل؟ قالك والله اشتعل بسرعه واداني لهب ابيض ساطع، ما تبصلوش عشان بيعمل مشاكل في القرنيه. واداني ماده بيضاء من اكسيد المغنيسيوم. ايه دليلك ان حصل تفاعل كيميائي؟ ان انا نتج لي اكسيد مغنيسيوم، وان انا طلع لي ايه؟ ان هو اتحرق واداني ايه؟ لهب ابيض. تعالى هنا قطعه الصوف.
ايه اللي حصل في قطعة الصوف؟ قال لحضرتك والله لاصق المواعين لما جيت حرقته شايف الشرار بتاعه طلع لك شرار اللي هو ايه؟ المجناطيد. طيب ايه اللي حصل؟ قال لك والله العظيم طلع شرار وان هو ايه؟ نتج لي اكسيد حديد اللي هو المجناطيد. تعالى عند حضرتك هنا سلك النحاس، قال لك والله النحاس ما اتحرقش بس هو كون على سطحه طبقة سوداء من اكسيد النحاس. طب ده يعرفك ايه؟ يعرفني ان النحاس مين اقوى؟ النحاس ولا الحديد ولا المغنيسيوم؟ طبعا المغنيسيوم ثم الحديد ثم النحاس. طيب تعالى نكمل اهو المعادلات اللي احنا لسه عاملينها. يا ميس هي نفس الاس اللي انت قلت عليها دي، معناها ان المغنيسيوم صلب وان الاكسجين غاز وان الناتج اللي اترسب هو ماده صلبه من اكسيد المغنيسيوم. طبعا انا علمتك ازاي توزن المعادله. بص معايا كده، 2 مغنيسيوم داخلين 2 مغنيسيوم خارجين، 2 اكسجين داخلين 2 اكسجين خارجين. تعالى اللي بعديها، 3 حديد دخلوا 3 حديد خرجوا، 4 حديد دخلوا 4 حديد خرجوا، 2 نحاس دخلوا 2 نحاس خرجوا، 2 اكسجين دخلوا 2 اكسجين خرجوا. نفس الكلام لسه قايلاه. بيقول لك درجه النشاط للفلزات مختلفه. مين انشط واحد؟ المغنيسيوم. مين انشط واحد؟ المغنيسيوم. ايه دليل ان المغنيسيوم انشط واحد؟ ان المغنيسيوم لما انا جيت ولعت فيه هو اداني ضوء ابيض ساطع. طيب وان الحديد عمل لي شراره بس. طب النحاس ما اتفاعلش اصلا، هو عمل لي راصد بس. بص انا بقول لحضرتك احتياطات الامان، لازم ما تبصش على شريط المغنيسيوم وهو بيتحرق، او ان انت عشان لو كده لازم تلبس نظاره وقايه، وان انت ما تبصلوش جامد. ليه؟ عشان هو بيعمل اضرار في القرنيه. تعالى هنا السؤال ده بيقول لك ده اتحاد مباشر ولا لا؟ طيب واحده انا مش دخلت ماده 2 تلاقي لي ماده واحده اتحاد مباشر. خلاص عرفت منين اتحاد مباشر؟ لان انا ركز معايا عملت اتحاد لمادتين طلعت لي ماده ثالثه، يبقى انا هكتب له ايه؟ هكتب له نعم. ليه؟ عشان اتكون لي مركب واحد جديد من كم ماده؟ من مادتين او اكثر. تعالى على الانحلال الحراري. يعني ايه انحلال؟ يعني تفكك. يعني ايه انحلال؟ يعني تفكك. قال لك والله بيبقى عباره عن مركب كبير اهو، شايفه اهو، مركب كبير وينحل بالحراره لحاجتين صغيرين. طبعا دول اسمهم نواتج وده اسمه متفاعلات. طيب قال لك ان ده عباره عن تفكك مركب الى مكونات بسيطه يا اما بالحراره يا اما بالضوء. تاني اعرف ازاي افرق بينهم؟ وانا مثلا جاي لي اكتب المصطلح العلمي او اقول لي اكتب التعريف. اول ما الاقي كلمه تفكك وانا مغمض انحلال، اول ما الاقي كلمه اتحاد وانا مغمض اتحاد مباشر. طيب تعالى معايا الانحلال الحراري. هنعمل انحلال حراري لبعض اكاسيد الفلزات. يعني ايه اكسيد فلز؟ يعني فيه اكسجين. ما انا لسه قايله لك ان الاكسجين لو دخل على الفلز بيسميه اكسيد الفلز. يعني اكسجين دخل على زئبق اكسيد زئبق، دخل على نحاس اكسيد نحاس، دخل على مغنيسيوم اكسيد مغنيسيوم. طب تعالى بص معايا الانحلال الحراري لبعض اكاسيد الفلزات. طيب قالك ان اكاسيد الفلزات لما بحط لها حراره بتنحل بالحراره فتطلع لي فلز واكسجين، حاجه بديهيه جدا. يعني ايه اكسيد فلز؟ يعني اكسجين مع فلز حطيت له حراره، الفلز بيروح لوحده والاكسجين بيروح لوحده. زي ايه؟ قالك زي اكسيد الزئبق الاحمر. تعالى بص معايا، يعني اكسيد الزئبق الاحمر بكتبه ازاي؟ بص معايا 2HgO. HG اللي هو زئبق والاو اللي هو اكسيد زئبق، اديته حراره هيحصل له هينحل، هيتفكك بالحراره. يتفكك يعمل ايه؟ قالك والله الزئبق هيبقى لوحده والاكسجين يبقى لوحده. ايه دليل ان حصل تفاعل كيميائي؟ عرفت منين ان في تفاعل كيميائي؟ منين؟ والله اولا تصاعد غاز وتغير لون. هو مش اكسيد الزئبق لونه اصلا احمر؟ استنى نكبره. هو مش اكسيد الزئبق لونه اصلا احمر؟ طب انا لما جيت اديته حراره مش اتغير لونه للفضي؟ يبقى كده حصل تفاعل كيميائي. قالك وطلع مين؟ اكسجين. ايه دليل ان طلع اكسجين؟ قرب اهو الكبريت هيحصل له ايه؟ هيتولع زياده. تعالى هنا بديك سؤال بيقول لك
علل ظهور لون فضي عند تسخين اكسيد الزئبق. هقول له ليه؟ هقول له عشان عند تسخين اكسيد الزئبق الاحمر اللي حصل انحل بالحراره الى زئبق فضي اللون واكسجين. تعال اكتب لك المعادله. ادي اكسيد زئبق احمر اهو، واديته حراره يحصل له هيتفكك، الزئبق هيروح لوحده والاكسجين هيروح لوحده. طيب كده المعادله موزونه؟ لا، انا عندي كم زئبق؟ 2. هنا عندي كم زئبق؟ 1. 1 في كام؟ ب2. 1 في 2. كده موزونه؟ عندي 2 زئبق وعندي 2 اكسجين. 2 زئبق و2 اكسجين. صعبه؟ لا. طيب خش على بعدها. انحلال حراري لبعض كربونات الفلزات. يعني ايه كربونات؟ ايه اصلا رمز الكربونات؟ رمز الكربونات CO3. يعني اي كربونات هلاقي CO3. طيب يعني انا لو عايزه مثلا اكتب كربونات كالسيوم، هكتب الكالسيوم اللي هي CO3. كربونات فضه، كربونات اي حاجه احط جنبها CO3. طيب بص معايا، لما اجي اخد CO3 اللي هي كربونات الكالسيوم واديها حراره، ايه اللي بيحصل؟ قال لك والله CO3 دي اصلا بتتفكك لحاجتين، CO2 اللي هو ثاني اكسيد كربون وده بيتصاعد، والايه CO3 خدت واحده C وخدت 2 O، بقى ايه؟ واحده O. طيب مين اللي ياخد الواحده O؟ قال لك والله الكالسيوم يجري عليا ياخدها، يبقى تديني CaO زائد CO2 يتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. طيب ايه دليل ان في غاز ثاني اكسيد الكربون؟ قال لك والله ثاني اكسيد الكربون حطيته جنب ماء جير هيتعكر. طيب سي يعني ايه اللي حصل هنا؟ قال لك والله لما سخنت كربونات الكالسيوم ادتني، يا مس انا مش عارف ده اسمه ايه، ما انا قلت اي حاجه فيها اكسجين هسميها اكسيد. طب ده اسمه ايه؟ كالسيوم، يبقى اسمه اكسيد كالسيوم. طب اي حاجه جنبها CO3 يبقى اسمها كربونات، يبقى ده اسمه ايه؟ كربونات كالسيوم. في مشكله؟ ما فيش مشكله. طيب تعالى هنا، بيقول لك يحدث تفاعل كيميائي عند تسخين المغنيسيوم وعند تسخين اكسيد الزئبق الاحمر. ما نوع التفاعل في كل منهم؟ طيب تعالى نكتبها. انا لما سخنت المغنيسيوم، انا خدت المغنيسيوم، ركز معايا، وحطيت عليها اكسجين فطلعت لي ايه؟ اكسيد مغنيسيوم. مش موزونه، اوزنها انت بقى. هحط هنا 2 واحط هنا 2، اتوزنت خلاص. طيب هنا ماده مع ماده، هنا حاجه مع حاجه ادتني حاجه، يعني دخلت حاجتين طلع حاجه، يبقى اللي حصل هنا اتحاد مباشر. ايه اللي حصل هنا؟ قال لك والله اتكون لي راسب من اكسيد المغنيسيوم. طيب لونه ايه؟ لونه ابيض. تعالى هنا بقول لك اكسيد الزئبق الاحمر. فين اكسيد الزئبق الاحمر؟ قال لك بينحل بالحراره 2HgO. تعالى هتديله حراره، هيديك ايه؟ هيديني 2Hg وهيديني O2. طيب هل ده انا عايزه اعرف التفاعل ده ايه؟ قال لك والله ده تفاعل احلال حراري. عرفت منين؟ انحلال حراري عرفت منين؟ والله عرفت ان انا دخلت حاجه طلع لي حاجتين. اللي اتكون؟ قال لك اتكون راسب من ايه؟ راسب من الزئبق الفضي، وطلع غاز الاكسجين الذي يشتعل لما بزود له عود ثقاب. طيب الاحلال البسيط اللي احنا هنتكلم عنها المره الجايه، بس تعالى بس اقول لك هي عباره عن ايه. الاحلال البسيط هي عباره عن ايه؟ قال لك تفاعلات يحل فيها عنصر محل عنصر اخر، واحد قوي راح مطير الضعيف وقاعد مكانه. زي ايه؟ زي ما جيت قلت لك والله دلوقتي 2 ماشيين مع بعض، واحد فيهم قوي والتاني ضعيف، يعمل ايه؟ قال لك القوي يطير الضعيف ويقعد مكانه. طيب قال لك والله دي عباره عن 3 تفاعلات وهناخدهم المره الجايه، اللي هم ايه؟ اللي هم احلال فلز محل هيدروجين الحمض بيني وبينك مكان ال HCl. هنتكلم عن حمض الهيدروكلوريك. قال لك وتفاعلات احلال الفلز محل هيدروجين الميه. فاكر رمز الميه؟ تعالى افكرك، H2O.
قال لك وتفاعل احلال فلز محل فلز تاني في محلول احد املاحه. دي اللي هي فيها متسلسلة النشاط الكيميائي اللي انا هقول لك المرة الجاية ازاي تحفظها هي فين اصلا. طيب هتلاقي عند حضرتك هنا في هنا متسلسلة نشاط كيميائي اللي حضرتك المفروض هتحفظها المرة الجاية، وهقول لك بعد كده تعمل ازاي تفاعلات الاحلال البسيط. اخر حاجة خدناها ان تفاعلات الاحلال البسيط ان فلز يحل محل هيدروجين الحمض زي ما حصل في الايه، زي ما احنا هناخد قصدي في HCl في حمض الهيدروكلوريك، او فلز يحل محل هيدروجين الميه، او ان فلز يحل محل فلز تاني. مين اللي هيحل محل مين؟ ده قوي هيطير الضعيف ويقعد مكانه. طب ينفع الضعيف يطير القوي؟ لا. طيب انا ايش عرفني قلت لك مين القوي ومين الضعيف؟ انا عندي متسلسله هقول لك المره الجايه ان شاء الله تحفظها ازاي. المتسلسله دي اللي فوق بيطير اللي تحته، يعني اي حاجه فوق تطير اي حاجه تحت. طبعا ده الجزء الاول اتكلمنا فيه عن التفاعل الكيميائي، واتكلمنا عن انواع التفاعل الكيميائي، واتكلمنا عن الادله ان في تفاعل كيميائي. قلت لك ان تفاعل بتكسر وتكون، تكسر فين؟ في المتفاعلات، وتكون فين؟ في النواتج. قلت لك دليلك يطلع ضوء، يطلع حراره، ايه تاني؟ يطلع راصب، ايه تاني؟ يتغير لون، ايه تاني؟ قال لك يطلع ضوء او حراره. قلت لك ان انت عندك التفاعلات الكيميائيه كام نوع؟ قلنا 4 بس هم 5. خدنا النهارده منهم الاتحاد المباشر، قلت لك ماده مع ماده ادتني ماده تانية، يعني اتحاد مباشر لازم تلاقي في التعريف كلمه اتحاد. هقول لك هو اتحاد مادتين او اكثر لتكوين ماده جديده، يعني اللي بيطلع ماده واحده بس. وقلت لك بعد كده ان في حاجه اسمها انحلال حراري. الحراره بيبقى انا عندي ماده مركب كامل والحراره بتفككه لحاجات ابسط منه، يعني اي انحلال حراري هتلاقي كلمه تفكك، اي انحلال حراري هتلاقي كلمه تفكك. وخدنا يعني ايه انحلال حراري وايه هي الحاجات اللي تنحل حراريا. خدنا اكاسيد الفلزات وكربونات الفلزات طبعا. وبعد كده قلنا ان في احلال بسيط واحلال مزدوج، وان البسيط الضعيف بيطير والقوي بيقعد مكانه، اما المزدوج 2 بيطيروا 2 ويقعدوا مكانهم. قلنا بعد كده ان في اكسده واختزال. هناخد امتى الثلاثه دول؟ ان شاء الله الحصه الجايه. اشوفكم على خير الحصه الجايه ان شاء الله.